هتكلم عن الفانتسي وهكمل السلسله. لو وصلك الفيديو اشترك في القناه، لو عجبك الفيديو دوس اعجبا او لايك يعني. المهم يعني الحمد لله الويك ده كان احسن من الويك اللي قبله. كان الافرج 44 جبت 46 بوينت، فالحمد لله في تحسن طفيف. بالنسبه للجون ايدرسون يعني الراجل يشكر، راجل من الناس المحترمه جدا في التشكيله بتاعتي، وهيفضل رايي ان ايدرسون من امن الاجوان اللي في الدوري الانجليزي كله، حتى مع سوء هجوم مانشستر سيتي، الا ان طريقه مانشستر سيتي بتخليه امن جون في الدوري الانجليزي كله. فالحمد لله جاب كلين شيت و6 بوينتس، بشكره جدا عليهم. بعد كده ننزل، كان عندي بيدرو بورو من توتنهام. الراجل عمل ماتش يعني الصراحه، حط جرناتشو في جيبه، حط سانشو حتى مع تبديله جرناتشو بسانشو، حطهم في جيبه ما حسيناش بيهم خالص. بيروح بيزيد شاط كوره كان قريب جدا ان هو يجيب جون، خبطت في العارضه ونزلت. اونانا ما لمسهاش، كان قريب جدا. جدول توتنهام اللي جاي حلو، فانا هسيب بيدرو بورو خالص. بعد كده كان عندي جابرييل، وعلامه استفهام كبيره في ان جابرييل يا جماعه ما بيلعبش ليه؟ طب يا جماعه في ايه؟ في مشكله هيتباع يعني؟ ما مزاجه مش حلو. جابرييل بيشارك برده في 15 دقيقه قدام كريستال بالاس وبيجيب بوينت، بس بعديها طلع وقال لك يا جماعه والله هيشارك عادي خلاص، مفيش اي حاجه، مفيش اشاعات ان هو هيتباع ولا حاجه، بس هي رؤيه فنيه فتحترم طبعا. بس قال لك ان هو هيبدا خلاص ويشارك اساسي من اول ماتش في فولهام، والماتش الجاي فولهام وهم، فسبت برده جابرييل. جنبيهم كان عندي ستونز، وستونز ما لعبش، فستونز خارج من تشكيلتي، خاصه ان انا ما عملتش اي تغيير الويك اللي فات، فمعايا تغييرتين، فستونز خارج. بعد كده نيجي لنص الملعب. نص الملعب كان عندي صلاح جاب ضربه جزاء، فكان المفروض ان هو ياخد 5 بوينتس كامله، وان هو لعب 85 دقيقه ف 2 بوينتس بس. هم حسبوا له ان هو ضيع ضربه الجزاء وانه كمل عليها، دي نقره ودي نقره، ضيع ضربه جزاء بنيجاتيف 2، فان هو كان المفروض يجيب 7 بوينتس جاب 5 بوينتس، مفيش اي رأفه. بعد كده في ميتوما يعني ما شاء الله جون واسيست 12 بوينتس كاملين. بعد كده كان في راشفورد اللي هو الصراحه برده، طب يا ابني لحد امتى بتروح بانفرادات قدام توتنهام في الشوط الاول فقط؟ الشوط الثاني هم ما جوش، في الشوط الاول فقط انت كنت ممكن تحط جون واثنين. طب هتفضل لحد امتى بتشوط في جسم الحراس وجسم المدافعين وبتجيب كورنر وبتتبسط بيها، ويقول لك ان هو متضايق قوي ان هو بيلعب في النص؟ طب ما هي الظروف حاكمك ان انت تلعب في النص، ما تلعب في النص وتجيب اجوان. هو انت لازم تبقى من الجنب وتخش وتقط طب ما هي يعني انت المفروض ان انت لاعب بروفيشنال تلعب في اي حته. فللاسف برضه هبقي على راشفورد في خطتي، عشان الماتشات الجايه بالنسبه لمانشستر يونايتد سهله وهوم. في جنبيهم بقى بعد كده ساكا قدام كريستال بالاس، للاسف كان الفايس كابتن بتاعي ما عملش اي حاجه، ف 2 بوينتس، وهو الفايس كابتن اخذ توتال 3 بوينتس. بعد كده انا كنت بهاجم بثلاثه، الثلاثه اللي هم جواو بيدرو وواتكنز ونيكلاس جاكسون. جواو بيدرو ما لعبش اساسا، وتقريبا ان برايتون برده هيبقى فيها نفس المرض بتاع الروتيشن، وخاصه ان هي هتلعب اوروبا، فان هو ما بقاش عندها مهاجم مضمون خاصه مع الاوبشنز الكتيره. بس ماتشاتها اللي جايه يعني مثلا برايتون الماتش الجاي هتلعب وست هام وهوم، فماتش حلو، مش هيكسبوا سكور، بس انا برضو الصراحه ان هو يعني كان الماتش الاولاني جايب ضربه جزاء وعامل ماتش حوار ونار وجايب بوينتس ومش عارف ايه، قعدوا دكه خالص كده، فدي برضو يعني ريد فلاج. فالصراحه هخرجه. في بعد كده واتكنز يعني ده نبذ عن حظي في الحياه. واتكنز يعني مثلا ممكن يقول لك في واحد ده ما بيعرفش يختار لعيبه، يعني ما بيعرفش يلعب، بس مثلا انا كابتنت واتكنز قدام ايفرتون وكسبوا 4-0. واتكنز ما عملش اي حاجه غير ان هو جاب بلنتي واتحسبت له اسيست. اقسم بالله واتكنز خرج في الدقيقه تقريبا 83 و84، الواد اللي نزل مكانه اول لمسه ليه جون، يعني واتكنز خارج و3-0، الواد اللي نزل مكانه حط جون من اول لمسه. طب في ايه يعني؟ يبقى مالك يا دنيا بتعملي فيا كده ليه؟ خالد الصاوي قوي في فيلم الفرح، اللي هو في ايه يا دنيا؟ يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ بس مش مهم. ونيكلاس جاكسون لا تعليق قدام طبعا. في ماتش تشيلسي وويست هام اتكلمت عليه في الفيديو بتاعهم، اللي هو لسه نيكلاس جاكسون محتاج وقت، بس هبقي عليه عشان ماتشات تشيلسي الفتره الجايه ماتشات سهله قوي، نوتنجهام فورست، فلونتون تاون، في شيفيلد يونايتد، مش عارف ايه، فهبقي عليه برضه الويك ده. Improvisando ando de repente mente sente inteligente surge rima. بالنسبه للويك الجديد عملت 3 تبديلات ب-4 عادي، ان شاء الله معانا حد حوش، بس من اجل ان هو انا اظبط شكل الفريق واحاول الم بوينتس على قد ما اقدر. سبت ادرسون في الجون زي ما هو، ماتشاته الجايه كلها سهله، عنده شيفيلد في فولهام في
في لونتون تاون، فماتشات سهله كده كده، حتى لو ماتشات صعبه هخلي ايدرسون الصراحه. جبت ووكر من مانشستر سيتي عشان اصبح ان ووكر هو الوحيد اللي مضمون في دفاع مانشستر سيتي كله الصراحه. بيلعب ال 90 دقيقه، بيروح وبيجي، بيهدد باسيستات خطيره. فجبت ووكر. يعني اتمنى ان الحظ ما يعندنيش والاقي كانسيلو صفقه برشلونه اتلغت والاقي بيلعب كانسيلو، فيعني حقيقه عشان انا ممكن اتوقع كده جدا الحظ يعني. فجبت ووكر، سبت جنبه جمبريان عنده فولهام هوم فسبته، وبعد كده في بيدرو بورو عنده بورنموث اوي. بس صراحه يعني بالاداء بتاع توتنهام اللي شفته قدام مانشستر سيتي واداء بيدرو بورو لوحده، لا هسيب بيدرو بورو. مدافع محترم، وينج محترم، وهرجع اقولها تاني، خساره في توتنهام. في نص الملعب رحت جبت مين؟ رحت جبت ريتشارلسون من توتنهام. انا كيفت جدا واقتنعت بتوتنهام جدا في ماتش مانشستر يونايتد. لو كملوا على المنظر ده وريتشارلسون مسك فورمه مع تشكيله توتنهام، لا توتنهام هتروح في حته ثانيه، دي وجهه نظري الصراحه. فانا نفسي ان ريتشارلسون يمسك فورمه وحلاوته اللي هو نزل نص ملعب. سبت راشفورد برده، عندهم نوتنجهام فورست هوم بعد اول ماتشين، ماتش جابوا منه نقطه وماتش هزيمه بذل الصراحه. فانا متوقع ان راشفورد ان الماتش ده المفروض يبقى فيه تغيير وان الجرينتا هتبقى اقوى، لدرجه ان انا بفكر اكابتنه. هكابتن مين لسه مش عارف. جنبه سبت ميتوما، عنده ويست هام اعتقد هوم، عنده ويست هام هوم. ميتوما الصراحه اصبح من اللعيبه اللي انت ما ينفعش تستغنى عنهم في التشكيله بتاعتك، لو مش جول اسيست، لو مش اسيست جون. وزي الويك اللي فات ممكن الاثنين مع بعض. جنبهم سبت ساكا، فولهام هوم. فان شاء الله ايه يعني ايه ساكا يفوق كده معانا، عشان ايه الدوري لسه بيبتدي ساكا، وانت كنت خاتم الدوري اللي فات وانت فوق، وهو ساكا برده في اول ماتش حط جول وكان فوق. بس برده ايه عايزين جرأة اكتر على المرمى. يعني في ماتش كريستال بالاس برضه ساكا كان بعيد شويه، انا عارف مع حكم ضيق المسافات وضيق الايه اللعب على الارض ما جالوش فرص كتير جدا، والفرص مين اللي جات لنيكيتيا وجات لاوديجارد وكده. وبرضه غريب جدا من الحاجات اللي استغربتها ان اوديجارد هو بقى اللي معاه البلنتيات، بس عرفت بعد كده عشان ساكا ضايع. بالنسبه للمهاجمين، المفاجاه ان انا قررت ان انا همشي مع قطيع وهجيب هالاند، مش من اجل اي حاجه، اقسم بالله انا جايب هالاند ويعني محسوب عليا لعيب، بس عشان انا اكتشفت في 2 ويكس اللي فاتوا يعني اللي انا تشكيلتي احسن منه وجايبه بوينت اكتر منه، بس هو معاه هالاند هو فارق. يعني مثلا عندي دلوقتي في التوتال حوالي 95 96 بوينت، اللي معاه هالاند بس في ال2 ويكس ده مع الرغم ان هو قدام نيوكاسل ما عملش اي حاجه عنده 126 بوينت. فانا ابتديت احس ان هو لو انا فضلت اعاند في الحته دي لا اللعبه هتفضل تيجي عليا كتير، عشان هالاند في اي لحظه خاصه مع ماتشات مانشستر سيتي اللي جايه ماتشات سهله قوي. فانا ايه قلت ايه خليني في السيف سايد وجبت هالاند وايه وامر لله، فعلا حقيقي جبت هالاند وامر لله. جنبه سبت نيكلاس جاكسون ماتشاته الجايه مع تشيلسي سهله جدا. عندهم شيفيلد في لونتون تاون في نوتنجهام فورست. فيا رب ومفيش اي اخبار عن ان كونكو راجع، فهيظل هو المهاجم الرئيسي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل معاهم. والمهاجم الثالث واتكنز، سبت واتكنز برضو. واتكنز كان قريب جدا من ان هو يجيب جوان في الماتش اللي فات اللي هو خلص 4-0. شكل استون فيلا حلو جدا. استون فيلا كانت لسه بتلعب ماتش في الماتشات التأهيلية للدوري الاوروبي، كانت كسبانه 5-0، عامله ماتش حلو جدا. واتكنز جاب جول، فاللي هو طيب في ايه ما بتجيبش جوان في الدوري ليه؟ فسبت واتكنز وابقيت على واتكنز. ده كان كل حاجه ليها علاقه بالتشكيله بتاعتي. لو اتبسطت في الفيديو اشترك في القناه، ولو عجبتك الخطه في اي عندك راي عندك اي حاجه سيبولي في الكومنتس. وشكرا جدا، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي.